السلام عليكم، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما عز عليكم؟ نتوما على خير؟ ايوا الحمد لله. مرحبا بكم على قناه جنات نور فلوق. قبل ما نبدا بغيت نشكر الناس اللي تزادوا في القناه، وبطبيعه الحال بغيت نشكركم على التعاليق الزويونه ديالكم اللي كتخليو ليا دائما. وصراحه انا فرحانه بزاف لهذا الشيء اللي وصلنا ليه، تنطلعوا درجه بدرجه، وبالفضل ديالكم العائله ديالنا ديال اليوتيوب راه غادا الحمد لله وغادا كتكبر. فاللي مازال ما تابوناش يتابونا، مرحبا والف مرحبا، يجي يلحق علينا العائله ديالنا، راه حنا كنرحبوا به. مرحبا والف مرحبا، يضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد دائما بطبيعه الحال. دونك هذا مكان، ولا عجبكم هذا الفيديو ديروا جيم وخليو لي التعاليق اللي بغيتوها في التعاليق، خليوها ليا بطبيعه الحال، تعاليقكم على راسي وعينيا. فهنا كيف ما كتشوفوا غادي نوجد واحد الكلاص اللي هو حجم عائلي زويون غزال، دغيا كيتقاد. يعني الا كنتو عارضين على الناس ولا بغيتو تحطوه هكا كوم ديسيرت، تحطوه وانتم فرحانين ومرتاحين بحال شارينو من على برا. دونك راه تيجي رائع وغزال. انا فايت لي حطيت واحد على القناه، ولكن هذا مغاير. كيف كتعرفوا دابا الحال سخون، كنبغيو لي كلاص بزاف نوجدوهم في الدار ديالنا. دونك غادي ندير هاد الكلاص وغادي نشارك معكم التتبيله ديال الكوكلي. غادي نرقدو وغادي نصوبوه حتى الغد ليه. دونك غادي نوريكم التتبيله، غنشاركها معكم ديال الكوكلي. غادي نشويه وغادي نوريكم التتبيله باش غادي نقادو. دونك ان شاء الله غادي نشارك معكم كاع المراحل، ما غاديش نبخل عليكم بحتى شي حاجه، وبطبيعه الحال اللي درتها كنبغي نشاركها معكم. وهادشي اللي كاين، كنتمنى انني نكون عند الحسن الظن ديالكم. فلهاد الكلاص هذا غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال زبده الدهن، هذه اللي كتشوفوا فيها ديال الفستق، عرفتوها هذيك اللي تحت اللي كندهنوا بها لي تارتين هكا، كتكون ديال الكاوكاو. انا كناخذها من بيم، دونك مكتوب عليها زبده الفستق. وعندي هنايا الكراميل، المركز ديال الكراميل كيف ما كتشوفوا. تا هو غادي نحتاج معاه نتوما على حسب الحلاوه. انا هنايا غندير ما بين معلقه حتى معلقه ونص. وبطبيعه الحال عندي هنايا 2 ديال العلب ديال يعني تقدروا ديروا دانيت كراميل ولا هدانيت، ماشي مشكل، المهم نكهه الكراميل. غادي نحتاج 2 ساشيات ديال اوريو، كل وحده فيها 6 ديال الوحيدات. دونك بحال هنايا عندي 12 وحيده، طحنتهم وهرمشتهم، خليتهم هكا شويه كيتنضغوا، ماشي طحنتهم تا ولاو بودغ، لا. وهنا بطبيعه الحال عندي كاس ديال العنبه مخلط ما بين اللوز وكاوكاو. هنا عندي اللوز وكاوكاو مقليين، انا اللي متوفره عندي في الدار. كيف ما نتوما اللي متوفره عندكم تقدروا ديروه، ما كاين حتى شي مشكله. اي حاجه في الفواكه الجافه راه كتجي زوينه. وبطبيعه الحال غنوريكم هنايا واحد الطريقه غادي نديرها به، غادي نكراميليزيه بواحد الطريقه رائعه، كيجي زوين صراحه، ثقوا بيا كيجي زوين. صافي. وعندي هنايا علبه ديال الكلاص بنكهه الفاني، كيف ما كتشوفوا مع الفاني كيواتي هادشي اللي حطينا دابا، كيجي المذاقات كيجيو رائعين. وعندي هنايا ساشيه ديال الحليب بودره، ساشي صغيره ديال الحليب بودره كيف ما كتشوفوا. وبطبيعه الحال عندي هنايا الحليب اللي هو جبدته خليته، يعني ماشي جبدته من الثلاجه بارد، دونك عادي. دونك خليكم معايا ان شاء الله، غندوزو لطريقه التحضير. وبطبيعه الحال هنايا خديت واحد الكاسرونه كيف ما كتشوفوا صغيره، درت فيها مقدار ديال الكاس ديال الماء ديال العنبه مع 3 المعالق كبار ديال السنيده. هنا فين غادي نكراميليزي هذاك الكاوكاو وهذاك اللوز. هنا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نكراميليزيوه. دونك تبعوا معايا المراحل خطوه بخطوه، وها نتوما معايا ان شاء الله غادي نكملوا التوجد ديالنا. دونك ها نتوما كيف ما كتشوفوا هي بدات كتغلى. بطبيعه الحال انا راني ناقصه عليها البوطه، ما ديريهاش مجهده بزاف، غادي يبقى على هاد الطريقه هذه حتى يغلى، وانا غنرجع لكم ونوريكم التتمه ان شاء الله. ها نتوما مني غلا هذاك الماء اللي درتو السكر، هنا زدت عليه هذاك الكاوكاو واللوز كيف ما كتشوفوا. غادي نخليه بطبيعه الحال نار مهيله البنات، عندكم تنساو، غادي نخليه يشرب هذاك السيرو شويه. دونك ها نتوما معايا، ها انتم انا كنحاول نشارك معكم الطريقه بشويه. ها انتم شفتوا ها هو بدا كيشرب، ما بقاش هذاك الماء بزاف. انا جبت هنايا الكراميل، انا غنوريه لكم اي نوع ديال الكراميل عندكم. انا اختاريت ندير هذا الكراميل اللي عندي متوفر. غادي ندير واحد المقدار ديال 3 المعالق كبار ديال الكراميل. مني قرب ينشف من الماء غادي نزيد عليه الكراميل وغادي نخليه، غادي نبدا نحرك بشويه اي نوع ديال الكراميل عندكم ماشي مشكله.
دونك اللي متوفر. دونك هانتوما معايا وصافي. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه هو شرب هذاك الشيء كامل، هذاك السيرو شربو كامل، وديك الكراميل تا هو هانتوما ولا كراميليزي كيف ما كتشوفوا. نتمنى انه يكون واضح لكم. صافي وكنطفي عليه وهانتوما معايا. اي فوالا انا طفيت عليه. هنا جبت واحد الطبيصيل وخويتو فيه. دونك ضروري ما كتخليو واحد شويه ديال الكراميل، واحد شويه ديال السيرو كيبقى معلك، ضروري كتخليو واحد شويه. صافي ودرتو في الطبسيل على ما نوجد الكلاص ديالي ويبرد، عاد غادي نمشي نطحنو، غادي نمشي نهروشو حتى هوايا في الطحان، وانا غادي نوريكم كاع المراحل. خليكم معايا ان شاء الله نمشيو نصاوبوا الكلاص. وهنايا بطبيعه الحال غادي نجيب الاناء اللي غادي نخلط فيه الكلاص ديالي كيف ما كتشوفوا. غادي نخوي هذاك الكلاص، غادي نخويو لا بودغ ديال الكلاص كيف ما كتشوفوا. غادي نخويوها في هذا الاناء هذا. غادي نزيد عليها هذاك الحليب، وبطبيعه الحال غادي نخدم مزيان الحليب مع البودره ديال الكلاص ونرجع لكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا خصني نخدم مزيان الحليب مع البودره ديال الكلاص، خاصو يتخدم مزيان. دونك كنحاول نشرح لكم المراحل بشويه بشويه. دونك هانتوما كيف ما كتشوفوا رجعت وريتكم خاصنا نخدموه مزيان. راه هنا هو السر ديال النجاح ديال الكلاص ديالنا، خاصنا نخدموه مزيان، خاصنا نعطيوه الخاطر مزيان ونخدموه مزيان. دونك خليكم معايا. اي فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا كملنا الكلاص ديالنا، خدمناه مزيان. بطبيعه الحال الا بغيتوا الكلاص ينجح خاصكم تخدموه مزيان، يعني ديك لابودغ ديال الكلاص تخدموها مزيان مع الحليب حتى يتخدم مزيان. دونك غادي نضيف عليها هنايا هاد الساشي ديال الحليب المجفف ديال الحليب، وغادي نزيد عليها هاد الدانون ديال الكراميل. كيف انكم تقدروا ديروا دانيت كراميل ماشي مشكل، هاد النوع انا كيعجبني بزاف في الكلاص، كنستعملو بزاف في الكلاص كيف ما كتشوفوا. وبطبيعه الحال غادي نضيف هنايا هاد جوج معالق اللي قلت لكم ديال هاد الزبده ديال الكاوكاو، راه كتكون في لي غروند سورفاس، راه كتباع، راه هي اللي كنديروا كتدهن في الخبز وكتكال ماشي مشكله، راها زوينه. هاد هي مكتوبه على العلبه ديالها زبده الفستق. دونك راكم عرفتوها. وبطبيعه الحال عندي هنايا كيف ما كتشوفوا الكراميل. غادي ندير الكراميل. نتوما بطبيعه الحال اللي كيبغي الحلاوه بزاف يدير الكراميل. انا بما انني كراميليزيت هذوك الكاوكاو وسميتو درتيهم الكراميل، فانا غادي نكتفي هنا غير بمعلقه ديال الكراميل صافي. وغادي نخدم هذا الشيء مزيان عاوتاني، غادي نخدمو اكثر من الاول. بطبيعه الحال غادي تخدم مزيان وغادي نعاود نرجع نوريكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كيختار ملي كنخدموه المره الثانيه، كيف قلت لكم غنخدموه اكثر من المره الاولى، كيختار. هانتوما كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا كيختار، وحنا كنخدمو. رانا دايره ليه فيتاس هنايا كتير، دايره لا فيتاس هنايا شويه قويه باش نتاكد انني راني كنخدم الكلاص ديالي كيف ما بغيت. حيت غنعاود نقول لكم راه سر النجاح ديال الكلاص راه هو هاد التحضير ديالو، ملي غنكونوا نحضروه على هذا الشكل هذا. دونك نكمل ان شاء الله وغادي نرجع لكم. اي فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا خرجتو من الكونجيلاتور. هانتوما كيف ولا ضروري خصكم ديروا هاد الطريقه هادي، ديروه في كونجيلاتور واحد، انا ديروا ما بين 20 حتى 30 دقيقه، وعاودوا جبدوه وطربوه عاوتاني من جده وجديد باش ما يكونش الكلاص ديالنا متلج، باش ما ناكلوش الكلاص بحال كناكلو في الثلج، بحال كناكلو في الكلاص. دونك نتمنى ان يكون هذا الشيء واضح لكم. انا خليته هنايا 30 دقيقه، نتوما قلت لكم 20 ولا 30 ولا 40 دقيقه ماشي مشكل، يعني 30 دقيقه ولا 40 دقيقه ماكسيموم صافي. وجبدوه وطربوه عاوتاني. فاحنا بطبيعه الحال ما عندناش دوك لي ماشين باش كنطلعوا فيهم الكلاص باش كيجينا بحال الكريمه زوينه، وهذا ما يجيناش بحال الثلج. فاحنا كنديروا هاد الطريقه هذه، كنديروه في الثلاجه وكنعاودوا نخرجوه ونخدموه مزيان. دونك هانتوما معايا نكملوا ان شاء الله المراحل. اي فوالا انا ساليت كيف ما كتشوفوا انا راني على هذا القوام هذا بطبيعه الحال راني خدمته مزيان، عطيته حقه صافي. هذا هو الفواكه الجافه اللي كراميليزيت.
بطبيعه الحال استعملت هذا الكراميل قبيله اللي وريتكم، هو هذا اللي كراميليزيت به هاد الفواكه الجافه ديالي كيف ما كتشوفوا. طحنتهم وخليتهم هكا كيتنضغوا. فانا خديته هنايا واحد شويه، واحد الكميه، ورشيتها على المول. بطبيعه الحال غطيت المول ديالي بالسلوفان، غطيته مزيان، ضبلت له السلوفان باش منين نجي نحيد الكلاص ديالي ما يعذبنيش. هذا مكان. هنايا غادي ناخذ كميه ديال هاد الفواكه الجافه، غادي نضيفها على الكلاص ديالي وغادي نخلي الاخرى على جنب. بطبيعه الحال رشيت شويه في المول كيف ما كتشوفوا، غادي نخليها على جنب باش يجي طبقات، باش يجي دوك الفواكه الجافه تجي في الكلاص كامل. بطبيعه الحال هنا خديت واحد الكميه ديال الاوريو، حتى هو عندكو طحنوه بزاف، غير شويه يبقى كيتندغ صافي. درت واحد الكميه وتا هو غادي نحطو على جنب. غادي نخلط هذاك الشيء اللي ضفت حتى يتجانس مزيان مع بعضياته كيف ما كتشوفوا. ها نتوما خاصو يتجانس مزيان. فبطبيعه الحال راه كيختار لكم. راه دابا هكا الا ما جاكمش بحال هكا راه عرفوا الكلاص راه ماشي ناجح. الا جاكم بحال هكا الكلاص عرفوا راه الكلاص ديالكم راه جا ناجح 100%. دونك بطبيعه الحال راه جا رائع. انا هنايا راه كنسجل في الفيديو راني دقت منه حيت هذا النهار الثاني، حيت خليته انا بات في الثلاجه، خليته بات في الكونجيلاتور. حتى اليوم مني غادي نوريكم الكوكلي فاش غادي يطيب وداك الشيء. دونك حتى اليوم عاد باش حيدته جا زوين والله العظيم، جا بنين بحال كتاكلي هذاك الكلاص ديال برا، هذاك اللي كيتباع على برا بحال هكاك. دونك راه جا رائع وزوين. ما غاديش ندموا الا وجدتوه، ما غاديش تندموا، ما ياخذش منكم حتى شي وقت كتير. فهنايا كناخذ هذاك الشيء اللي بقى ليا كنزيد نديرو في الطبقه الفوق اللي درت هنا باش نوضح لكم، غير باش منين ناكلوا الكلاص ناكلوا هذوك الفواكه الجافه في الكلاص كامل، ماشي كيهبطوا لينا لتحت، فهمتوا؟ وهاد الطريقه ديال الكراميليزي هاد الفواكه الجافه كراميليزي كيخليوهم يبقاو ما تيهبطوش للقاع ديال المول، كيبقاو طالعين. هانتوما كيف ما كتشوفوا صافي. وغادي نضيف عليه الطبقه الاخرى حتى هيايا وبشويه. مهم كنسرحوا كامل كيف ما كتشوفوا. دونك راه كيبغي هادشي كيبغي غير الخاطر، غير هو الا بغيتو تصوبوه مثلا جايين الضياف عندكم ولا غادي تصوبوه ديما لافي، يعني في الليل صوبوه في العشيه هكا ديال نهار قبل وخليوه في الثلاجه باش كياخذ حقه، باش كيجي مزيان. دونك غنستمر على هاد الطريقه هذه ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. اي فوالا الكلاص ديالنا ها هو وجد كيف ما كتشوفوا، غطيته بالسلوفان وغادي نخليه يبات ليله كامله في الكونجيلاتور حتى لغد ليه ان شاء الله هو يوجد، اللي هو اليوم فاش كنسجل. وغادي نوريكم ان شاء الله النتيجه النهائيه ديالو. هنا غادي نمشيو ندوزو لداك الكوكلي نوريكم التتبيله ديالو. دونك خليكم معايا. وهنايا بطبيعه الحال رجعت لكم الكوكلي، غنشارك معكم التتبيله اللي غادي نوجد بها هذا الكوكلي مشوي. انا غادي نتبلو عاوتاني نهار قبل، يعني السبت قديته واليوم الحد تغدينا به. فانا غادي نشارك معكم هذيك التتبيله اللي كندير ليه. راه تتبيله رائعه وغزاله، راه كيجي بنين، ثقوا بيا. انا هنا مالفه كان شويه في الفاخر ولكن ما لقيتش الفاخر، اضطريت نديرو غير في شويه ديال الكهرباء. دونك هانتوما معايا غنوريكم الطريقه ان شاء الله. وهنا كيف ما كتشوفوا بطبيعه الحال خديت الكوكلي ديالي قسمته على جوج، شقيته من الوسط، شقيته هكا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. غادي نحتاج ليه التوابل. عندي هنايا درت 2 معالق كبار ديال الكمون، معلقه كبيره ديال الفلفل الحار ديال السودانيه، ومعلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال الهريسه، ومعلقه صغيره ديال الكركم. بطبيعه الحال درت هنايا شويه ديال هذا ديال السمن، وهنا عندي نص كاس ديال الزيت البلديه، وبطبيعه الحال الحامض. هنايا عندي الثومه المجففه، وبطبيعه الحال عندي التوابل، هاد التوابل الشرقيه وهاد التوابل المنسمه، هادو فيها البصل المجفف وبزاف التوابل مجففه. هنا عندي هادو توابل ديال البيتزا، وعندي هنايا الزعتره ولا سيبولات. كيف ما كتعرفوا باللي هاد التوابل هادو ما كنستغناش عليهم، كيعجبوني بزاف، كيعجبوني نطيب بهم. فكيف ما كتعرفوا التوابل الشرقيه راها زوينه، راها غزاله، يعني خاصها ما تكونش خاطياكم من الدار صراحه.
التتبيله سيرتو ديال الدجاج كتجي بها رائعه. وانا كندير المزيج ديال هاد التوابل، نتوما يكفي ديروا المهم على اللي عندكم. راه هنا هادو فيهم تا ورق سيدنا موسى، فيهم بزاف د الحاجات، يكفي غير 2 ولا 3، ولكن انا عندي هما كاملين كنديرهم كاملين في الكوكلي ديالي ملي كنبغي نتبل شي حاجه. للاسف ما كاينش الفاخر كيف ما قلت لكم، راه كيجي مشوي على الفاخر رائع، ولكن ماشي مشكله. حتى بال الشوايه الكهربائيه راه جا رائع وغزال، راه ما تشبعوش منه. انا بطبيعه الحال انا نهار كيف قلت لكم راه نهار كنصور الفيديو راه ماشي هو النهار اللي كندير لكم دابا المونتاج، فانا اليوم عاد كندير له المونتاج. بطبيعه الحال راني رقدته البارح السبت رقدته وبيتو ليله كامله في الثلاجه، غطيته بالسلوفان وخليته حتى شرب هذيك الاقامه ديالو مزيان. بطبيعه الحال عاد باش المهم عاد باش استعملته الغد ليه باش كنحس به راه شارب هذيك الاقامه ديالو مزيان. دونك نتمنى انه يكون واضح لكم. بطبيعه الحال غير جربوا هاد الكوكلي. راه حتى الدجاج كيجي بها الطريقه هذه. الدجاج غير هو الدجاج في اللحوم شويه، مي الكوكلي راه كيف كتعرفوا الكوكلي راه دغيا طيب دغيا كيدخلوا الطياب. هنايا زدت شويه ديال الثومه، ما قنعتنيش هذاك شويه ديال الثومه، زدت الثومه. المهم راه عينكم ميزانكم في الترميله، راه عينكم ميزانكم، راه واخا كنعطيكم المقدار وداك الشيء نتوما عينكم وميزانكم في الترميله. دونك راكم عارفين. صافي بطبيعه الحال الترموله مع السمينه مع الحامض مع ديك الثومه مجففه راه كتجي رائعه، صدقوني راه كتجي غزاله. صافي هنايا كنشرملو على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. دونك غنشرملهم كاملين ان شاء الله وغادي نعاود نرجع لكم. دونك هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا اليوم الثاني اللي هو نهار الحد، من بعد ما بيت داك الكوكلي في الثلاجه خرجته وغادي نوجد هاد الشوايه الكهربائيه باش غادي نشويو فيه ان شاء الله. هنايا بطبيعه الحال غادي نرافقوا ببطيطه وبشرموله. هنا البطيطه قطعتها مكعبات كبيره ودرت ليها نص سلقه مع شويه مليحه والحامض، خليتها بعدا مرقده في الحامض واحد الساعه. صافي انا غنوريكم ان شاء الله الطريقه شنو غندير ليها. وهانتوما كيف ما كتشوفوا كنحطوا الكوكلي ديالنا على هذا الشكل هذا، كنحطوه في الشوايه الكهربائيه. صافي وكنشعلوا عليه شويه، كنخليوه لتحت هو الاول باش كيطلع معاه الطياب، عاد باش ملي كنحسوا به طاب من التحت عاد باش كنقلبوه. دونك انا معكم غادي نوريكم الطريقه كامله اللي درت ليه. اما بالنسبه للبطاطا ديالنا اللي قلت لكم من بعد ما سلقتها نص سلقه كيف ما كتشوفوا مع مليحه وخليتها مرقده ساعه خليتها مرقده في الحامض ولا الخل عاد باش سلقتها. دونك كيف ما كتشوفوا نص سلقه ضفت عليها شويه ديال دوك الاعشاب المنسمه اللي كتعجبني ودرت فيها 2 معالق كبارين ديال السودانيه. كيف ما كتعرفوا السودانيه كتجي زوينه، راه كتجي بوتيتوس زوينه. صافي وكنرش عليها شويه ديال الثومه مجففه بطبيعه الحال وشويه الزيت البلديه وكنخلط داكشي مزيان. كيف ما كتشوفوا كتجي واحد التتبيله فيها رائعه. كنخلط داكشي مزيان وكنديرها في الفران. وكيف ما كتشوفوا الدجاج ديالنا ها هو كيف ما كتشوفوا راه انا قلبته من بعد ما تحمر من التحت قلبته. دونك ها نتوما معايا خليكم اي فوالا كيف ما كتشوفوا مني قلبت الكوكلي ديالي رشيته بدوك الاعشاب المنسمه. هذه عندي هذه القريعه فيها الحبق ولا سيبولات وشويه الزعتره. دونك غادي يكمل ان شاء الله في الطياب وغادي نوريه لكم كيف جا ان شاء الله. اي فوالا انا رجعت لكم كيف ما كتشوفوا الكلاص ديالي ها هو جبدته من الكونجيلاتور. حيدته من الليمون بطريقه يعني سهله، مني كديري داك السلوفان كيسهل عليك انك تحيديه. فراه جا رائع صراحه. زوقته هنايا بالكراميل وبهذوك الكويرات ديال الشوكولا. بصراحه هاد الكلاص الا كنتو عارضين على شي حاد ولا يمكن لكم انكم تقدموه ديسير، راه زوين رائع مشرف يعني زعما كيعمر العين. بغيت نقول هادشي اللي كاين. فنتمنى انكم تجربوه وإلى الاعجاب ديالكم وتخليو لي في التعليق بطبيعه الحال قولوا لي كيفاش جاكم الكلاص. صافي دونك اللي دارتو تخلي لي في التعليق. فهنايا كنحاول انني نقطعو غير باش نوريكم كيفاش كيجي من الوسط باش تعرفوا باللي هذوك الفواكه الجافه اللي درنا راه ما هبطوش للمول، راه بقاو كاملين تماكين كيف ما كتشوفوا ها نتوما. دونك هذا ما كان راه كيجي زوين غزال رائع. هنايا غادي نمشي باش نوريكم الكوكلي راه حتى هو طاب. نوريكم الكوكلي نقدمه لكم ونوريكم كيفاش جا ان شاء الله. دونك خليكم معايا انا غنمشي نوريكم الكوكلي كيفاش جا.
اي فوالا كيف ما كتشوفوا الغديوه ديال اليوم ها هي يا وجدات. الكوكلي رافقناه بديك البطيطه اللي وريتكم اللي وريتكم كيفاش درت ليها. الشرموله ديالنا راه كتجي تكتوكه رائعه. راه اصلا عندي فيديو في القناه درت فيها على هاد الشرموله هادي، كتجي بنينه وزوينه والله العظيم. غير خاصكم تذوقوها والله كتجي رائعه. بطبيعه الحال خبيز ديال الدار ديال القمح، راكم عارفين خبز الدار لا يعلى عليه. هنايا خيزو محكوك وخيار محكوك، زدت ليه شويه ديال الزبيب، شويه ديال الكركاع مع الليمون مع العويدات ديال القرفه. درت فيهم ساشيه ديال النكهه ديال الزهر مع شويه ديال الماء ديال الزهر. دونك نتمنى انها تكون واضحه لكم. جربوا هذه حتى هي راها زوينه. صافي وقطعنا شويه الدلاح كيف ما كتشوفوا. هذا الموسم ديال الدلاح، خصنا نستافدوا من الدلاع تبارك الله كاين، فعلاش لا. دونك حتى هو قطعنا واحد شويه كيف ما كتشوفوا. دونك صافي هذا ما كان. ولا ننسى غادي نعاود نشارك معكم هذا الخبيز هذا شي نهار. راه بصراحه ماما اللي صوباتو ماشي انا، حتى شي نهار ان شاء الله نحطوه لكم في القناه. دونك هادشي اللي كاين. كنشكركم بزاف، كنشكركم على التعاليق ديالكم. اللي مازال ما تابوناش يتابونا مرحبا والف مرحبا، يتابونا ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. بطبيعه الحال مرحبا بالتعاليق ديالكم كامله، يعني قولوا اللي بغيتو، ما كاين حتى شي مشكل على راسي وعينيا. وغنزيد نقول لكم اللي عنده شي تساؤل على الاسنان يخليه لي في التعاليق، اللي باغي يفهم شي حاجه يقولها ليا، راه اسئلتكم كلها على راسنا وعينينا. مرحبا بكم. صافي هادشي اللي كاين. غادي نقول لكم بسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وبطبيعه الحال الله يرفع علينا هذا الوباء، والله يكتب علينا مكاتب الخير. واللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه، واللي كيبغي شي حاجه الله يوصلها ليه ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف. شكرا واخا نعيا ما نشكركم ما غاديش نوفيكم حقكم في الشكر. فشكرا بزاف، وان شاء الله الى فيديو قادم الى شهوه اخرى ان شاء الله. وغادي نزيد نقول لكم راه اللي درتها غنشاركها معكم. شكرا لكم.